كذا كذا قالت بكيفش حياتش وبكيفش انت اختيارش لحياتش. يعني انا ما يعني انا يعني ما راح ايدش ولا راح ارفض، انت اللي تشوفينه. تعرفوا الامهات مو زي الاباء. وارجع لابوي قلت امي موافقه. قال انا الشرشار، انا الشرشاري. قلت اسمعني، شوف يا تكون معاي ولا ما راح يصير ضدك، بس لازم تكون معاي. يا اخي ما عاد عرفت كيف اقنعه. قلت لازم انا ببث الزبدة. فرفض ابوي. قلت ابوي ايش ترى في التيك توك، لا هو محمله ولا شيء، بحمل التيك توك وبث في التيك توك. ابوي ما يدري لدى الحين. وبث في التيك توك ويقعدون ويجون اخواني ويرسلون له مقطع لي. طبعا اخواني قد تهاوشت انا وياهم في التليفون، يروحون يرسلون له مقطعي كذا، ارسلوا له مقطعي شوف بنتك. شوف تربيتك. قلت انا ما هي بنا، هذه مو بنا. عاد انت بالكمامة ايه. قال الصوت صوتش وبنتي وعرفش وحركات اليد والاسم وانتي تسولفين حركات اليد. اقول بس وش ذا العلم وش ذا المهم انه تهاوشني ابوي. قلت اسمع، يا ترضى بالامر الواقع ها يا ارضى انا بالامر الواقع. قال يعني كيف؟ قلت والله لا اشتهر يا بنت الحلال. قلت شوف يابا، لا تخليني اتزوج لي واحد امريكي ولا واحد اوبن مايند، اوكي، ويخليني على كيفي. قال ما في مشكله. قلت ايش عند رجالك ذاك الساعه سوي اللي تبغينه. قلت كل شوي انتوا تقولون لا تزوجتي لا تزوجتي تزوجت، ايش استفدت ذا الحين؟ ايش استفدت؟ قلت يا اخي حياتي. المهم اني اقنعت ابوي بالاخير اقنعت ابوي. قلت يابا ماني مطلعه شيء وعيوني بس، وهذاني انا كاشفه في الشارع يشوفوني 2 مليون 3 مليون نسمه يشوفوني في الشارع. يعني حلال على اللي في الشارع وحرام على اللي في الكاميرا. ها هنا ابوي يستوعب. قلت يابا معليه يابا خلى اخواني على جنب. قال له طيب اخواني ايش تسوي فيهم؟ قلت شوف خلى اخواني علي انا. قال طيب. قلت ما عليك اخواني علي انا، اني انا بصفتهم وبلكهم، بس انه ايش لاني ما عندي شيء اقوله. قلت خلى اخواني علي انا، انت وشو انا برا كاشفه برا ماني الا سافرت برا فسخت العبايه نكذب. ايش اقعد يعني بس عشان الكاميرا؟ هذا الناس يشوفوني برا. قال بكيفش. المهم اني اقنعته انا. قال ملعون دخلتني من هنا وطلعتني من هنا. قلت هاي يبا اسمعني، انا تراني بدخل بس شوف ترى ما له دخل الفلوس، ما له دخل. يعني قصدي ابوي ما له دخل. ترى ابوي عمره ما طلب لي ريال واحد، ترى ما له دخل. ترى الاب والام ترى يحبونش، عندش ولا ما عندش، عندش ولا ما عندش ترى يحبونش. فمره ما له دخل، فهمتوا؟ الزبده لا، الزبده يا طويلة العمر اهلش يحبونش. يعني ابوش عندش فلوس ولا ما عندش فلوس، ترى ابوش اللي يزيدش ترى ما ينقصش. حتى لو ما معش ريال بيحبش ابوش. مرضان انتم بصحين. يمكن اباكم كذا، بس ابوي لا. اذا ابوك والله يحبك عشان دراهمك هذا شيء ثاني، الله مبتليك الله يعينك يعني. الزبده يا طول العمر اقنعت ابوي انه انا كاشفه برا، ايش المشكله؟ انا بالله كمامه وما يشوفون الا عيوني كني لابسه نقاب. هذا تدريج. انا بخاطري اني افكها بس ايش ابغى مهد. نزلت حلوين وصرت ابث كل شوي جايب هدايا لابوي. زعلان شوي. ما هو بابوي اللي نعرفه. ايش فيك؟ قال ايش جايبت الهدايا؟ ايش تبغين؟ من وين جبتيها؟ من فلوس؟ من راتبش ولا من التيك توك؟ قلت لا فصلت. قال ايش؟ قلت فصلت. قال لي قلت والله ماني مرتاحة وكذا وطلبت استقالة وفصلت وانا مرتاحة في البثوث. قال لي طيب. سكت. طبعا ابوي زعلان. لا ماني فرحانة يا جماعة اسمعوني خلوني اكفي كلامي. في ناس يسألوني وقاعد اجاوبهم. المهم قلت يبا
ايش في خاطرك. طبعا ابوي زعلان عشان عياله زعلانين علي، فما يبغون، يعني ابوي ما يبغى العيال يعني عياله متهاوشين ولا زعلانين من بعض، ما يبغى. المهم بداري خاطر ابوي. ابوي مو بانه زعلان مني، لا، ابوي متضايق من اللي قاعد يصير. قال خلاص ضحي عشان اخوانك، ضحي. قلت اخواني مصيرهم يرضون مع الوقت، انا خاطري اصير مشهوره. فهميهم انك انت عم تحكي سالفتك، ما عم تقولي لحد يسوي مثلك. ايوه، انا مو قاعده اقول ان انتم سووا فيني اقتدوا. واحده تقول كيف اقنعتيهم تشترين، بس بس عم تحكي السالفه قاعده احكي السالفه يعني. الزبده طبعا صارت افلام واجد اسوي لها سكيب لانها خاصه عائليه. المهم في الاخير طبعا جلسوا يمكن 6 شهور 7 شهور تقريبا او اكثر يعني، زعلانين 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 زعلانين. طبعا ابوي ما يتابعني في السوشيال ميديا الى الان. الى الان ترى ابوي ما يتابعني في السوشيال ميديا، يعني ما يتابعني سناب، ما تيك توك يعني يلا يلا يطلع له مقاطع لي مقطع ولا مقطعين، يعني ما يتابعني. وابوي من نوع مثلا انتم الحين لقيتكم في التيك توك وتجلسين مثلا على مقطع طبخ، يعني تكملينه كامل وترفعين يطلع لك مقطع طبخ ثاني، تطلعين يطلع لك مقطع طبخ ثاني. لما مثلا تحطين لا لا، ابوي ترى رجال كبير كيف يعني، ما له في السناب، ما يعرف السناب ترى. ابوي مره ما يعرف السناب، ما يستخدم السناب اساسا، ما عنده سناب. ابوي ما عنده سناب، بس اني حملت له التيك توك عشان ما يزهق، ابغى يتفرج يعني. فلما تحط قصيدة يعني تتابع قصيدة وترفع الشاشة على فوق، تجيك قصيدة ثانية ثالثة رابعة، تتابع بثوث مقتطفات من البثوث، يجيك بثوث بثوث بثوث. فابوي يعني يتابع مثلا بران، يطلع له بران بران بران، فما نادر ما يطلع لها، يعني انا نادر نادر ما يطلع له، بس يشوفني في اليوتيوب يقول دائما يطلع لي، هو يحسب اليوتيوب انه حزب علي، هو ما يدري ان ناس ويفتحون قناة وينزلوا مقاطع، ما يدري. يقول يوه رايح ذا اليوتيوب هذا بحثه. قلت ليه؟ قال يا اخي عليش حزب في ذا اليوتيوب وندخل فضيحة رهف. يقول قلبي طاح. قلت ايش جابت بنتي؟ يقول وطالع ما به شيء، مقطع عادي. يبون ايش يبغون من ذا المقطع؟ قلت يبغون مشاهدات يابا. الزبدة طبعا كانوا مرة زعلانين. طبعا في الأخير العائلة، يعني العائلة أوكي خوالي وكذا وخالاتي أقنع أخواني أنه حياته وشي لها، ويعني كل ياخذ، يعني أنتوا كبرتوا كل ياخذ قراره كيف يبغى يعيش حياته. يعني رهف مو قاعدة تمثلكم، رهف تمثل نفسها، أنت فلان تمثل نفسك، هذا يمثل نفسه. يعني أنت جبت لنا مصيبة، أنت خلاص خربت علينا كلنا، لا، أنت كل واحد يمثل نفسه. فبس فابوي ما يتابعني ترى سناب، ما عنده، يعني مو مهتم، يعني فهمتوا انه يتابع بنته 24 ساعة معه في البيت، مرة مو مهتم، عرفتوا؟ بس هذا الموضوع. عشان كذا ماخذة راحتك، إذا هلي داعمين لي أكيد باخذ راحتي. فبعدين رضيت أخواني، يعني مع الوقت رضوا، فهمتوا؟ يعني شوي 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 رضوا. في البداية كانوا مستحنين، بعدين هجدوا شوي. وأنا ما لومهم ترى، ما لومهم، لأنهم في مجتمع ترى ما يرحم، ما لومهم. بس إنه إيش في الأخير لما يكون الصوت واحد، صوت واحد ما يأثر، بس لما يكون أصوات يأثر. فلما خوالي وخالاتي كلهم يعني قاموا يأثرون عليهم، يقنعونهم يقنعونهم يقنعون، لأن خلاص للحين طبعا مو مقتنعين، ودهم إني أنا أترك السوشيال ميديا، بس إنه إيش خلاص عاشت حياتها بالطريقة اللي تبغاها بكيفها، فهمتوا؟ بس
حلو كلامكم. بالاخير هم اهلي يعني بيتبرون مني ليه؟ وش سويت؟ عشان اشتهرت؟ ماني باول وحده ولا اني اخر وحده. اهلي يبقون اهلي، ايش دعوه؟ والله العظيم اني يوم بكيت ان اخوي طق مشوار من الدمام للرياض بس عشان بكيت. تخيلوا انهم كانوا زعلانين مني، اوكي، فتره كانوا زعلانين مني وصارت لي مصيبه، اوكي، مصيبه، تمام. اقسم بالله اني نمت وانا ابكي، صحيت كل اخواني عندي ورب المصحف وحنا زعلانين من بعض. يعني انا عاند، انا شوي ملعونة كلبة، انا عاند شوي، هم يعاندوني. في الاخير يوم طحت انا، تخيلوا يوم طحت انا لقيتهم كلهم عزوتي جنبي، لقيتهم كلهم جنبي. قالوا ترى مهما زعلتينا ومهما انت اخترتي شيء حنا مو راضين عنه تبقين اختنا ترى. لاني انا كنت مرة من انهارت، بكيت، فهمتوا؟ انهارت اخواني انهارت بكيت ترى، تأثر مرة احبهم كلاب. زبدة، فلما شفتهم كذا حولي شفتوا اللي حسيت بالقوة. قالت امي تراهم اخوانش، لا طحتي بتلقينهم، ليش ما تلقينهم؟ تلقينهم ان شاء الله بينش وبينهم شك وبعج، تلقينهم ما راح يخلونش. فالحين كل ما صارت لي مصيبة او صار الله لا يقولها طبعا، بس كل ما صار لي شيء ادري انه وراي سند، وراي ظهر. ابوي اولهم، واخواني وخوالي كلهم، ترى من قبل السوشيال ميديا. نظام اللي يقولون فلوس وعشان فلوس وما ادري ايش ومن هالكلام، ترى ما له دخل ابدا، ترى ما له دخل. يعني هم من اول يحبوني، يعني كيف اقول لكم، في احد ما يحب اخته الا المريض، في واحد ما يحب بنت اخته. بعدين انا كنت اول مولودة، يعني اول حفيدة في العائلة، فكانوا مرة خوالي مرة متعلقين فيني، مرة يحبوني، فهمتوا؟ فواحد من خوالي مرة قريب مني اذا بكيت بكى معي، واذا صارت مشكلة لي ولا شيء وقف معي. عاني بفلوس، عاني. انا بقول لكم شيء، هالفترة انا امر بأزمة مالية، مين وقف معي؟ تخيلوا مين وقف معي؟ اخوي حول لي راتبه، تخيلوا. انا عندي فلوس بس يعني مريت بأزمة مالية بس عندي فلوس، تخيلوا انه محول لي راتبه بس مخلي في صرافته 600 ريال. يقول خليها معه عشان انتي مصاريفش كثير، انا ما عندي مصاريف، 1000 ريال تكفيني. تخيلوا. وخالي تقريبا كم حول لي؟ بغيت اقول اسمه،